الكرواتي القوي والذي استطاع أن يستحوذ على الكرة، واستطاع أيضا أن يهدد مرمى المغرب. لكن كما رأيت المنتخب المغربي جيد مميز من ناحية البدنية، وعندما تهدر الكثير من الطاقة فإنك لا تستطيع أن تضاعف الهجمة وأن تلعب الهجمة تلو الأخرى. كما قلنا قبل المباراة فإن الأمور دائما ما تكون صعبة بالنسبة للمباراة الأولى، وأنت تفكر في حسابات كثيرة. وكما شاهدنا بأن المنتخب المغربي بحث عن عدم استقبال أهداف، والمباراة الأولى دائما ما تكون صعبة على كل الفرق. ولكن بالنسبة للمنتخب الكرواتي رأينا كيف يستحوذ على الكرة وكان بإمكانه أن يصنع الفارق. وبالنسبة لمودريتش في وسط الملعب شاهدناه يقدم أداء استثنائيا، استطاع أن اليوم أن يمرر ويكون حاضرا في بناء اللعب. وهذا اللاعب كما قلت لاعب استثنائي على الرغم من سنه المتقدمة، واليوم نستطيع القول بأنه لديه القدرة على إدارة المباراة، ليس فقط بسبب الخبرة لكن بسبب قوته البدنية أيضا. هو لاعب يستطيع أن يلعب أيضا الكرة الثانية، ومن ثم رأينا اليوم جودة مودريتش وحضوره دائما لافت للنظر، وهو روح هذا الفريق تماما مثل مساعدة بروزوفيتش وكوفازيتش. لكن بالنسبة للمنتخب الكرواتي ينقصه شيء ما. عندما يكون لديك وسط ملعب هكذا فإنك يجب أن يكون لديك أيضا هجوم قوي، ومن ثم فإن كلا المنتخبين عليهما التفكير في الشق الهجومي، لكن الأداء كان إلى حد ما مميزا. أداء مميز إذن حسب رأيي وحديثي أليساندرو ديل بييرو وليس ألتوبيلي، ديل بييرو. أصبح ثاني شخص ثاني شخص يخطئ. حتى الأمور حتى الآن سنرى إلى كم مرة سنصل. مرتين حتى الآن في جولة واحدة. الثالثة. لكن أنا رافقت أليساندرو ألتوبيلي لعدة سنوات، لعدة مواسم، لهذا السبب. قالوا لي ذلك، وهذا ما قال له لي هشام الخالصي أيضا. وأنا أحيي أليساندرو ألتوبيلي، فهو بطل كأس العالم وهو شخص لطيف وشخص مهذب للغاية. ولكن هناك عامل مشترك بأنك بطل العالم أيضا. بالفعل. أنا سعيد بما تقوله. دعنا ننتقل لمعلق لقاء المغرب مع كرواتيا مشاهدينا الأعزاء، حيث يتواجد زميل جواد بدة في موقع التعليق. طبعا المباراة تعتبر الآن بنقطة واحدة، هي نقطة إيجابية للكثير. مردود المنتخب المغربي يعتبر مردود إيجابي للكثير مع وصيف العالم إذا قارنا مستوى الخصم. لكن الآن أصبحت الأنظار بالنسبة للجمهور المغربي على اللقاءات القادمة، على حصد النقاط في اللقاءات والجولات القادمة، حيث في انتظار المغرب أيضا منتخب قوي آخر، منتخب بلجيكا، وأيضا منتخب كندا. صحيح عبد العزيز، اليوم أنا أعتبرها نقطة ثمينة، نقطة تساوي الشيء الكثير بالنسبة للمنتخب المغربي. أولا لقيمة المنافس المنتخب الكرواتي المصنف على المستوى العالمي من الأوائل، كذلك الظروف الصعبة التي مر من المنتخب المغربي. وليد الركراكي أيضا فترة زمنية قصيرة شهرين، لكن رغم ذلك حضر المنتخب على المستوى التكتيكي كما ينبغي. اليوم الانتشار كان جيد، اليوم الانضباط كان جيد، أيضا النواحي الدفاعية بالنسبة لبعض اللاعبين زياش بوفال كان يساندان الظهيرين. حكيمي اليوم لم يصعد كثيرا، شيء طبيعي جدا لأن وليد واضح تعليماته مع
في نهايه المباراه ما كانش موجود. صحيح. فمش عاوزين نحكم عليه بدري. نعم. فهو هيحتاجه في المباريات القادمه. انما اعتقد الشوط الثاني كان من الناحيه الدفاعيه شوط ممتاز بالنسبه ليه، الاخطاء قليله، انما الجانب الهجومي محتاج يتحسن، لان القدرات او ابرز نقاط قوه المنتخب المغربي في الناحيه الهجوميه. دفاعيا مميزين، ما ننساش انه كان بيلعب وصيف بطل العالم، فاعتقد ان النتيجه مرضيه بالنسبه لفريق المغرب. والمباراه الاولى دايما بيبقى ليها حساسيات وبيبقى ليها ظروف معينه وحسابات معينه للمدرب، فاعتقد ان المباراه دي هتديهم دفعه كبيره في المباريات القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. كيف شاهدت هذا اللقاء الان خلال 90 دقيقه كامله او لربما اكثر؟ كيف كان مردود المنتخب المغربي امام وصيف العالم؟ كيف كان مردود احد ابرز لاعبي العالم برفقة كرواتيا في خط وسط الميدان لوكا مودريتش؟ وكيف تعامل لاعبو منتخب المغرب مع هذا اللقاء؟ أعتقد بأن المنتخب المغربي اليوم قدم مباراة جيدة، بمعنى أن تخرج من هذه المباراة وأنت تعرف بأنك ليس فقط